السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ النهارده هنتكلم في اول فيديو في سلسله تايب سكريبت، والفيديو ده بيتكلم في فكرتين لا ثالث لهم. اللي هو اول حاجه، ليه تايب سكريبت؟ احنا كنا بنكتب جافا سكريبت عادي زي الفل، ليه فجاه بقينا عايزين نكتب تايب سكريبت؟ وليه ظهر التايب سكريبت اصلا؟ وكمان ايه هي تايب سكريبت اصلا؟ يعني احنا بنتكلم عن تايب سكريبت كتير، بس عايزين نعرف ايه هي تايب سكريبت تحديدا، او بتركب فين في الموضوع ده؟ هل هي لغه؟ هل هي مش لغه؟ هل هي اكتر من حاجه في نفس الوقت؟ فممكن نبدا بليه تايب سكريبت. تعالى كده نرجع بالزمن لورا لما جافا سكريبت اصلا ظهرت. لما جافا سكريبت ظهرت عشان تكون سكريبتنج لانجوج، تكتب سكريبتات بسيطه بتزود شويه انتراكتيفيتي في المواقع، تمام. وده بيبقى الهدف من معظم السكريبتنج لانجوجز، ان هي لما تكون انت بتكريت سكريبتنج لانجوج، تكون تعملها لاسباب بسيطه، حاجات بسيطه. فمثلا في حته الجافا سكريبت، مثلا جافا سكريبت ظهرت في 10 ايام عشان تتحط في البراوزر اللي كان موجود ساعتها، اللي هو اسمه نيتسكيب براوزر، وده يعني براوزر ممكن معظم ما يسمعش عنه اصلا. عشان بالظبط نزود شويه انتراكتيفيتي بسيطه، زي مثلا باتون كليكس، شويه انيميشن، شويه مش عارف إيه، حاجات بسيطه جدا في الويب سايت، تمام. لكن معظم الكود بتاع الويب سايت او اللي بيكريت الويب سايت اصلا كان بيشتغل بلغه تانية، زي مثلا زي سي شارب او جافا او بي اتش بي او غيره، تمام. بالنسبه مثلا لحاجه زي بايثون مثلا، فتلاحظ ان بايثون كانت معموله في الاصل عشان الناس اللي ما بتعرفش تكتب كود، او الناس اللي مش تخصصها انها تكتب كود، تقدر تكتب كود او تبروتوتايب حاجات بسرعه، تمام، بلغه اقرب للانجليزي، زي مثلا الريسيرشرز او الساينتست او غيره، تمام. فده بيؤدي الى ان اللغه بتبقى دايناميك، اللغه بتبقى معموله للرابيد ديفلوبمنت، مش لانها تبقى احسن لغه او اكتر لغه مستقره او تعرف تكتب بيها ابلكيشنز كبيره. فده ما كانش عامل مشكله ساعتها، ما كانش عامل مشكله ساعتها، لان احنا كنا كل وزاره بنزود شويه انتراكتيفيتي بسيطه على الويب سايتس وخلاص، خلصت كده، تمام. لكن لما جافا سكريبت كبرت زي ما احنا شايفين دلوقتي، جافا سكريبت دلوقتي فين؟ جافا سكريبت دلوقتي اول حاجه بتعمل مواقع كامله، مش بتزود حاجه بسيطه على الموقع، لا ده بتعمل مواقع كامله، كامله متكامله، تمام. فريم ورك زي فيو ورياكت وانجلر، ده كله بيبقى جافا سكريبت هو اللي بيبني الموقع من الصفر، بيبقى عندك اتش تي ام ال فاضي، الجافا سكريبت هي اللي بتبنيه كله. ده نمره واحد. نمره اتنين كذلك، ان جافا سكريبت اصلا طلعت بره نطاق الويب اساسا، وبقت تشتغل في حاجات تانية غير الويب، زي الموبايل وزي السيرفرز، باستخدام الران تايمز المختلفه، زي نود ودينو وبان وغيرهم. وبقت تقدر تعمل بيها ديسكتوب ابلكيشنز وموبايل ابلكيشنز وباك اند ابلكيشنز واي اي وماشين ليرنينج ابلكيشنز، وتقدر تعمل بيها حاجات كتير جدا، وطلعت لها تولز كتيره جدا ومكتبات كتيره جدا وفريم وركس وترانسبايلرز وبيل تولز وحاجات تانية كتيره جدا، تمام. فتخيل انك بتستخدم كل ده من غير ما يبقى عندك اوتو كومبليت في الاي دي، من غير ما يبقى عندك ستاتيك تايب تشينج يعرفك التايب بتاعتك صح ولا غلط. ما تخيل انت بتعمل كل ده وانت الطريقه الوحيده انك تعرف الكود بتاعك شغال او مش شغال هو انك تشغله ويفرقع في وشك لما تيجي تشغل. هل من غير الحاجات اللي قلتها دي كنا نعرف نطلع ابلكيشنز كبيره زي ما احنا بنعمل دلوقتي؟ اظن لا، فاهم. فكان لازم نعدل او نزود في البايب لاين او التول سيت بتاعه جافا سكريبت عشان نقدر نستخدمها زي ما احنا عايزين نستخدمها دلوقتي. وانا بقول لك دلوقتي لان احنا دلوقتي حتى لو ما بنستخدمش جافا سكريبت او سوري، ما بنستخدمش تايب سكريبت، فتايب سكريبت موجوده وبتاثر على كود الجافا سكريبت اللي انت بتكتبه، تمام. تمام، يعني لو انت بتكتب كود في فيجوال ستوديو كود، تكتب كود جافا سكريبت فقط، جافا سكريبت خلاص جافا سكريبت، ففي برضه يعني انستنس من تايب سكريبت شغاله وبتراقب الكود بتاعك وبتساعدك، تمام. ده بقول لك حتى وانت بتكتب جافا سكريبت بس، تمام. فالموضوع فعلا ساعتها كان سيء، من 10 سنين مثلا ولا حاجه، كان سيء لدرجه ان الديفلوبرز في مايكروسوفت لما كانوا يحتاجوا يعملوا ويب سايتس او يكتبوا يعني ويب ابلكيشنز، ما كانوش بيكتبوها بجافا سكريبت، كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيروحوا مشروع اسمه سكريبت شارب. لو نيجي نبص عليه كده هنا اهو، اسمه ايه؟ اسمه سكريبت شارب. سكريبت شارب ده عباره عن سي شارب تو جافا سكريبت كومبايلر. سي شارب تو جافا سكريبت يعني انت بتكتب سي شارب وبيحوله لجافا سكريبت. ممكن حتى نبص على بعض السامبلز اللي موجوده هنا، هتلاحظ ان مثلا ان هو عنده بيعمل ابلكيشن باستخدام سكريبت شارب، بيعرفك ازاي تعمل ابلكيشن. فلاحظ ان انت عندك يعني اتش تي ام ال عادي جدا، بس لما تيجي تربطه بكود مش بتربطه بكود جافا سكريبت، لا انت بتقعد تكتب كود سي شارب وكلاسز وكلام من ده، وفي الاخر بيطلع لك كود جافا سكريبت بيتربط بالاتش تي ام اللي انت عملته، تمام. بس الفكره كلها انك بتقدر تستخدم التولينج الرائع بتاع سي شارب، وفعلا سي شارب ليها تولينج حلو جدا من سي ال اي تولز وباكجز ولايبراريز وتايبس وسيستم كامل متكامل حوالين اللغه، تمام. كان احسن بكتير من اللي كان موجود في جافا سكريبت ساعتها. فالديفلوبرز كانوا بيستخدموا حاجه زي كده. فلما الديفلوبرز او الرؤساء يعني الناس الكبيره في مايكروسوفت شافت الموضوع ده بيحصل، جابوا الراجل اللي اخترع لغه سي شارب، اللي انا مش فاكر اسمه، لحظه كده كنا جايبين اسمه هنا اهو، اسمه اندرس هيجلزبرج، تمام. عمك اندرس هو اللي كان عامل لغه سي شارب، فقالوا له عايزين نعمل لغه للويب احسن من اللي موجود دلوقتي، فراح عامل لك ايه؟ راح عامل لك تايب سكريبت، تمام. تمام، ومن ساعتها التايب سكريبت عماله ايه؟ تكبر وتتطور لحد ما وصلت التايب سكريبت اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. احنا حاليا على فيرجن 5 بوينت حاجه من تايب سكريبت، فده معناه انها عدت على خمسه ميجر ريليسز. فتعالى كده نكتب تايب سكريبت لوحدها كده بس اهو. تايب سكريبت دلوقتي احنا على فيرجن كام؟
على فيرجن 5.7 وتايب سكريبت ظهرت امتى؟ ظهرت في اكتوبر 2012، من 12 سنه. تمام، فاحنا بقالنا 12 سنه عمالين ايه ننهل من خيارات التايب سكريبت. فتايب سكريبت قدمت لنا ايه تحديدا؟ قدمت لنا حاجات خلتنا نقدر نكتب كود جافا سكريبت بشكل احسن وبشكل اسرع، ونقدر نمسك المشاكل بدري بدري، نمسكها في الديفلوبمنت بدل ما نمسكها في البرودكشن. تمام. طب هي قدمت لنا ايه تحديدا؟ تعالى نعرف قدمت لنا ايه تحديدا. لو جينا كده سالنا نفسنا ايه هي تايب سكريبت تحديدا، فتايب سكريبت ممكن نعرفها على انها اكتر من حاجه. اول حاجه ممكن نعرفها عنها هي انها ستاتيك تايب تشيكنج سيستم. يعني ايه ستاتيك تايب تشيكنج سيستم؟ يعني انا عندي في جافا سكريبت مثلا لو انا عملت فاريبل، الفاريبل ده نوعه سترينج مثلا. تعالى كده نجيب بلاي جراوند. يعني مثلا لو جبنا حاجه زي لايف كودز بتاع الدكتور حاتم مثلا، وعملنا كده ايه، قلنا له مثلا عندي let مثلا name equals string. تمام، equals مثلا وليكن هنا ايه اياد مثلا، فهو كده string، وعملت له ايه console.log name، وجيت تحت قلت له مثلا name بيساوي 15. تمام، بعدين قلت له ايه نفس ال console.log. الكاميرا بتتهز عشان ابيز المكتب، بس اتس اوكي يعني مفيش مشكله. بعدين قلت له name equals true، بعدين قلت له نفس ال console.log، بعدين قلت له name equals null، وبعدين قلت له نفس ال console.log. لو رنيت الكلام ده كله ايه اللي هيطلع لي؟ عايزين نفتح الكونسول كده، هتلاحظ ان هو قال لك ايه، قال لك اياد بعدين 15 بعدين true بعدين null. تمام، يعني شيل كده ورن تاني اهو زي ما انت شايف. فما فيش اي جارد ريلز، ما فيش اي حاجه توجهك، مفيش اي حاجه تقول لك لا انت النيم ده كان اصلا سترينج ما ينفعش تغيره تخليه نمبر او تخليه ترو او تخليه كده. فده حلو لو كنا بنكتب سكريبت سريع، بس ده وحش لو انت بتكتب ابلكيشن كبير، لان انت في النص ممكن تلاقي ان الفاريبل بتاعك نوعه بيتغير فجاه وانت مش عارف يتغير ليه، او مش عارف نوعه ايه دلوقتي اصلا. تمام، ما تقدرش كده بكل بساطه تهفر عليه كده تعرف النيم ده نوعه ايه. تمام، ما تقدرش على النيم ده نوعه ايه، لو حد بيقول لك نيم فويد مش عارف النيم ده عباره عن ايه اساسا. فظهرت بقى تايب سكريبت عشان تحل المشكله دي. تحلها ازاي؟ تحلها انها تقدم لنا ستاتيك تايب تشيكنج سيستم، انها تعرفك ان ايه كل فاريبل نوعه ايه. تقدر تعرف كل فاريبل نوعه ايه. لو انت مثلا معاك اوبجكت تعرف البروبرتيز اللي جوه الاوبجكت ده، وما تقدرش مثلا تاكسس حاجه مش موجوده في الاوبجكت بتاعك. مثلا ما تقدرش تاكسس بروبرتي مش موجوده في الاوبجكت بتاعك، او ما تقدرش مثلا تنادي حاجه وهي مش فانكشن، ما تقدرش مثلا تجيب بروبرتيز من نل وما الى ذلك. الستاتيك تايب تشيكنج سيستم عباره عن ان هو سيستم بيتشيك التايبس بتاعتك لو انت بتستخدمها صح ولا مش صح، وكذلك بيقدم لك شويه حاجات عشان تساعده في التشيكنج بتاعه. يعني مثلا لو جينا حولنا الكود ده مثلا لتايب سكريبت مثلا، تعالى كده نحوله لتايب سكريبت بسم الله. او اول ما حولناه لتايب سكريبت هتلاحظ ان ايه ظهرت كذا مشكله فيه. تعال نشوف المشاكل دي عباره عن ايه. هو مشكلته مع النيم حاجه ثانيه، فتعالى نحل المشكله دي سريعا كده. اكسبورت كده. تمام، كده حلينا مشكله النيم. المشكله بقى لاحظ ان دي اول مشكله اتحلت عليه، بس لاحظ بيقول لك هنا ايه مشكله، ان النيم ده سترينج ما ينفعش احط له نمبر، النيم ده سترينج ما ينفعش احط له بولين، النيم ده سترينج ما ينفعش اعمل له اساين تو نل. تمام، فسيستم تايب تشيكنج كامل متكامل حللنا الايه المشكله دي. تمام، ولاحظ ان هو عارف ان النيم سترينج عن طريق الانفرنس، ودي احد اجزاء السيستم. فانا لو شلت ده مش هيعرف النيم عباره عن ايه، او هيعرفه ان هو ايه اني ممكن يبقى اي حاجه. تمام، فانا عايز اعرفه ان النيم سترينج من غير ما اديله قيمه. هعمل ايه؟ اقدر اقول له كده واقول له ان ده ايه سترينج. فانا كده عرفته ان النيم بقى ايه، بقى سترينج. ده برده جزء من اجزاء التايب تشيكنج سيستم، عباره عن مجموعه من التايبس والانترفيسز والكلاس اللي بتساعدني ان انا اوجه تايب سكريبت عشان اقول لها ايه التايب بتاعتي ايه، وهي بقى تقدر تاخد التايبس دي وتعرف اذا كنت انا بستخدمها بشكل صح ولا لا. فدي اول اجزاء الايه، اول الاجزاء المكونه لتايب سكريبت، اول الحاجات اللي هي تايب سكريبت عباره عنها. دي حاجه من الحاجات اللي ممكن نكون لاحظناها من المثال ده اصلا، ان هي سوبر سيت اوف جافا سكريبت. يعني ايه سوبر سيت اوف جافا سكريبت؟ يعني لو تلاحظ انا كتبت كود جافا سكريبت، الكود ده اشتغل عادي. اول ما جيت حولته تايب سكريبت انا ما غيرتش فيه اي حاجه تقريبا. تمام، يعني انا مثلا لو انا رجعت ده ان هو يبقى ايكوالز اياد. تمام، اهو ده كود جافا سكريبت اللي احنا كتبناه عادي بغض النظر عن اللاين ده، سيبك من اللاين ده برضه في جافا سكريبت على فكره مفيش اي مشكله. تمام، بس الفكره كلها ان ايه، ان مفيش اي مشكله خالص، هو نفس كود الجافا سكريبت قلنا تايب سكريبت واشتغل عادي وما قالش اي حاجه. فدي فكره انها سوبر سيت، ان هي لو جافا سكريبت دايره كده فهي دايره اكبر منها كده. هي بكل بساطه بتزود عليها. بتزود عليها ايه بقى؟ بتزود عليها التايب تشيكنج سيستم بالتايبس بتاعته، باليوتيليتي تايبس، بالحاجات الزياده اللي هي بتقدمها، شويه سينتكس زياده بتقدمه، بس بيحل لك مشاكل كتيره جدا 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 جدا. تمام، ضيف على كده ان هي مش مجرد سوبر سيت عاديه، لا هي كومبايلد سوبر سيت. هتقول يعني ايه كومبايلد سوبر سيت؟ يعني مثلا لو خدنا الكلام ده، لا يعني بلاش الكلام ده، تعالى مثلا نروح هنا، نيجي هنا. تمام، بلاش، تعالى نجيب واحده ثانيه. احنا دلوقتي على التايب سكريبت بلاي جراوند. تايب سكريبت بلاي جراوند فيها ميزه لذيذه جدا، ان انت ممكن تكتب تايب سكريبت على الشمال وتظهر لك الجافا سكريبت على اليمين. فانا مثلا هعمل اكزامبل بسيط، مثلا هعمل هنا ايه تايب، استخدم تايب سكريبت هسميه مثلا ايه يوزر. اقول لك ان اي يوزر عنده نيم عباره عن سترينج، وعنده ايج عباره عن نمبر.
تمام. واجي هنا اعمل لك ايه، اعمل لك مثلا كونست ياد، ده هيبقى يوزر، فهيبقى عنده ايه، هيبقى عنده ايج. تمام. الايج ده هيبقى مثلا 23، وعنده النيم عبارة عن ايه، ياد الشريف. تمام. لو تبص في الكومبايلد اوتبوت، عباره عن ايه، عباره عن ان هو جاب لك التايب سكريبت ده، عمل لها كومبايليشن ليه، كومبايليشن جافا سكريبت، وطلع لك النتيجه دي. النتيجه دي فيها حاجه مهمه جدا، او فيها حاجه مميزه جدا، هي ان هي عباره عن نفس الكود اللي انت كتبته، نفس الكود بالظبط، باختلاف الايه، باختلاف التايبس، ان هو مجرد ان هو شال لك التايبس. فدي من احد مزايا تايب سكريبت، ان هي كومبايلد، فبتحول، تقدر تحول الكود بتاعها لجافا سكريبت. ده نمره واحد. نمره اتنين، ان هي عمليه الكومبايليشن بتاعها مجرد ان هي بتشيل التايبس، بتريز التايبس، هو دي عمليه الكومبايليشن بتاعتها. فتايب سكريبت ما بتاثرش على الجافا سكريبت كران تايم. تمام. على عكس حاجات تانية، مثلا في لغات تانية بتبقى كومبايلد، بس الكومبايليشن بتاعها بيغير في اللغه الاصليه اللي بتكومبايل ليها. تمام. لكن لا، في تايب سكريبت ما عندناش الكلام ده. في تايب سكريبت الكود بتاعك اللي انت بتكتبه كتايب سكريبت، لو شلت منه التايبس هيبقى هو جافا سكريبت عادي، مفيش اي مشكله. فتايب سكريبت ما بتاثرش على الران تايم بيهيفير، لانها اصلا مش موجوده في الكود اللي بيرن. ان هي انت لما بتاخد التايب سكريبت ده، تيجي تعمل له كومبايل لجافا سكريبت عشان ترنه، مجرد انه بيشيل منه التايبس، فالتايبس مش موجوده في الران تايم، فبالتالي ما بتاثرش على الران تايم. تمام. تمام. طيب، يعني عندنا ايه تاني؟ عندنا حاجه كمان شفناها هنا من شويه، هي ان انا لو مسحت ده، تمام، لو مسحت الكلام ده، هو انا قايل له دلوقتي ان عندي فاريبل اسمه اياد نوع يوزر. تمام. لما دوست كنترول مسطره عشان اجيب الاوتو كومبليت، هلاحظ ان هو طلع لي البروبرتيز اللي موجوده. البروبرتيز دي عرفها منين؟ عرفها من ان هو عمل لها انفير من التايب اللي انا معلم عليه، ان هو مثلا قايل له ان ده يوزر، فهو راح شاف اليوزر ده فيه بروبرتيز ايه، قال لك اليوزر ده فيه بروبرتيز ايج ونمبر. فلما اياد يجي يستخدم يجي يستخدم التايب ده، فانا اقدر اقول له ايه، ان هو عنده ايج عباره عن مثلا 23، وعنده كذلك ايه، النمبر، سوري، النيم، اللي هو ممكن يحط فيه ايه، يحط فيه داتا من نوع سترينج. ولو حط فيه داتا من نوع ايه، من اي نوع تاني، هعتبر انها ايه، انها غلط. تمام. زي ما احنا شايفين كده. فمن غير وجود تايب سكريبت ما كانش الاي دي يقدر يعرف يعمل حاجه زي كده. من غير وجود تايب سكريبت ما كانش الاي دي يقدر يعرف ان ان انا اياد ده نوع يوزر، فبالتالي الداتا بتاع اليوزر كذا كذا كذا. فلو حد فيكم مثلا استخدم اي لغه تانية مثلا زي سي شارب او جافا او سي بلس بلس مثلا، استخدامها على فيجوال ستوديو العادي او على انتليجي مثلا، هيلاحظ ان اللغات دي تقدر بكل سهوله تعرفك التايب بتاع الحاجه اللي انت واقف عليها. لو مثلا اوبجكت تقدر يعرفك الفانكشنز والبروبرتيز اللي جواه، لو انت واقف على كلاس يقدر يعرفك الحاجات اللي جوه الكلاس ده وما الى ذلك، او انترفيس او غيره. ليه؟ لان الحاجات دي كلها بتتكون من اوبجكتس ومن كلاسز ومن شكل واضح، وكل حاجه ليها تايب. فالاي دي اللي انت شغال عليه يقدر ياخد الداتا دي من الكلاسز والتايبس اللي عندك دي، ويقدر يدي لك بيها اوتو كومبليت، ويديك بيها فيتشرز الريفاكتورنج والسيمبل ريبليس والكلام ده كله. تمام. في جافا سكريبت ده مش موجود من غير تايب سكريبت. هتقول لي طب ما هو موجود في جافا سكريبت عادي لو انا شغال على في اس كود. هقول لك هو شغال على في اس كود، تمام، لان هو بيستخدم تايب سكريبت بشكل ما عشان ياخد الجافا سكريبت بتاعتك يقراها كانها تايب سكريبت، ويديك بيها اوتو كومبليت، ويديك بيها الفيتشرز زياده الجميله دي كلها. تمام. تمام. فاحنا هنا نقدر نقول ان احنا كده فهمنا تايب سكريبت عباره عن ايه. عرفنا تايب سكريبت قدم لنا ايه، بتقدم لنا لانجوج سيرفيس قويه جدا. عرفنا ان تايب سكريبت هي سوبر سيت اوف جافا سكريبت، بتكمبايل للجافا سكريبت. تمام. وبتقدم لنا حاجتين، الا وهما الستاتيك تايب تشيكنج سيستم اللي بيعرف لي التايب بتاعي شغال صح ولا لا، وكذلك اللانجوج سيرفيس اللي بتديني اوتو كومبليت وميزات كتيره جدا 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 في الاي دي بتاعي. تمام. تمام. تعالى نسال سؤال بقى، هل تايب سكريبت هي حاجه بيرفكت، هي حاجه ممتازه تمام ما فيهاش اي عيوب؟ لا، اقول لك اكيد في عيوب كتير، عيوب مقارنه بانك تكتب جافا سكريبت بس. تمام. احنا عاملين كل اللي فات ده نقول لك ايه عيوب انك تكتب جافا سكريبت بس، وايه المميزات اللي بتقدمها التايب سكريبت عكسها. تمام. فهل التايب سكريبت ما فيهاش عيوب؟ لا، في عيوب. هقول لك ان الكتابه باستخدام جافا سكريبت اسرع بكتير، انك تقعد تكتب كود جافا سكريبت باسرع بكتير. تمام. فاوقات كده انت بتقعد تتخانق مع التايبس عشان تعمل الحاجه اللي انت عايزها، لان التايبس ما بتبقاش واضحه، ما بتبقاش الحاجه اللي انت عايزها منها واضحه. فبتقعد تحاول تعمل، يعني بيسموها تايب جيمناستكس، حتى بتقعد تعمل، عارف انت ايه، جمباز في التايبس كده عشان تعمل تايب ينفعك. تمام. بس في مقابل كل ده انت بتاخد كود امن، انت بتمسك الايرورز قبل ما تطلع برودكشن، تمسكها في الكومبايل تايم. تمام. وكذلك مثلا بتكسب دوكيومنتيشن كمان للكود بتاعك. يعني مثلا انا لما اجي اقرا كود مثلا والاقي فيه ان فاريبل اسمه ايه ده من نوع يوزر، انا كل بساطه اقدر اشوف اليوزر ده نوع ايه، هلاقي ان فيه نيم ويج، اعرف ان اليوزر ده عباره عن ايه، ما اقعدش اجس اليوزر ده هيبقى شكله عامل ازاي من وسط الكود. او مثلا لو انا قريت فانكشن مثلا زي الفانكشن دي مثلا بتاخد اكس وواي، فانا اعرف ان اكس نمبر واي نمبر، خلاص انا عرفت هي شغاله ازاي. تمام. مش محتاج اقعد اشوف بقى الفانكشن بتعمل ايه اصلا عشان اعرف الاكس ده عباره عن ايه، ولازم اديله قيمه ايه، والواي ده قيمته ايه كذلك. فانا كده بكسب كمان دوكيومنتيشن. تمام. تمام. اي نعم، في شويه خطوات زي ده محتاجها عشان اشغل تايب سكريبت واضيف تايب سكريبت واعمل لها بيلد والكلام ده كله، بس كل ده بيهون مقارنه بالفوائد اللي هي بتقدمها لك في الكود بتاعك.
حاجه اخيره ممكن نتكلم عنها قبل ما نطلع من موضوع تايب سكريبت وليه وازاي ومين وفين، هي تايب سكريبت فور جافا او سي شارب بروجرامرز. ده مقال جميل جدا على برضه على الدوكس بتاعت تايب سكريبت، بيوضح لك الفرق ما بين الشكل اللي بتشتغل بيه تايب سكريبت والشكل اللي بتشتغل فيه التايبس في حاجه زي جافا وسي شارب. كان بيقول لك ان بكل بساطه انت لما مثلا تشتغل في جافا او سي شارب، انت عندك الدنيا دايما لازم تبقى جواها كلها جوا كلاس. تمام. بيقول لك ان الدنيا في سي شارب وفي جافا بيقول لك ايه، مانداتوري او بي، لازم كل حاجه عندك تبقى بشكل او بي وتبقى في كلاس. لكن انت عندك في في تايب سكريبت اللي هي اصلا مبنيه على جافا سكريبت ما عندكش الكلام ده. انت ممكن يبقى عندك فانكشنز واوبجكتس وبروبرتيز في الهواء الطلق كده من غير حاجه. فده احد الفروقات. تمام. وده مش فرق وحش او فرق حلو، هو بس ده فرق في الاستراكشر، في انك ترتب الداتا بتاعتك. انت في لغه زي سي شارب او جافا جافا بتكون بترتب الحاجه بتاعتك جوه كلاسز، لكن انت في جافا سكريبت لا، انت بترتبها بشكل موديولز او بشكل فايلات او بشكل مختلف بشكل عام. تمام. لان مش كل مشكله محتاجه تبقى او بي ومحتاجه تتقسم لكلاسز، بس في نفس الوقت انت جوه تايب سكريبت تقدر تعمل مشاكلك بشكل كلاسز، او تقدر تحل مشكلتك باستخدام الكلاسز، لان تايب سكريبت تسمح بكلاسز وبتسمح كذلك بكل حاجه انت عارفها في الكلاسز اللي موجوده في حاجه زي سي شارب او جافا، زي الاكسس موديفايرز والكونستراكتورز والستاتيك ممبرز والكلام ده كله. تمام. تمام. احد الفروقات التانية برضو هو التايبس. فكره التايبس في تايب سكريبت، التايبس بتبقى موجوده بس خلال الكومبايل تايم او خلال ما انت قاعد تكتب كود، على عكس في لغات زي السي شارب والجافا التايبس بتبقى موجوده دايما. موجوده دايما بمعنى ايه؟ معناه ان انا ممكن اعمل فانكشن في وسط ما الكود بيرن، اقول له مثلا ايه، جيت تايب او جيت كلاس. تمام. او استعمل حاجه زي مثلا زي الريفليكشنز. الريفليكشنز دي مثلا انا لو عندي جينيريك تايب مثلا، او تايب انا مش عارف نوع لحد ما الكود يرن او لحد ما انا استخدمه، اقدر بكل بساطه اقول له هات لي التايب بتاعك او هات لي الانستنس بتاعتك عباره عن ايه. تمام. ده كده ان انا بستخدم التايب سيستم خلال الران تايم. في تايب سكريبت الكلام ده مش موجود. ليه؟ تايب سكريبت موجوده بس خلال الكومبايل تايم، خلال ما انت عمال بتكتب كود، خلال الديفلوبمنت تايم يعني. تمام. اول ما تروح للران تايم كل التايبس بتتشال وبنشيل الكلام ده كله. تمام. فانت ما تقدرش تعتمد على التايبس بتاع التايب سكريبت عشان تعمل حاجه ات ران تايم. تضطر ترجع انك تعتمد على التايبس الموجوده في جافا سكريبت اللي هم حوالي 7 او 6 تايبس، ما يعني ايه، وتستخدمهم عشان تعمل الغرض اللي انت ايه عايزه، او تستخدم بقى تولز ثانيه موجوده في جافا سكريبت بتقدم لك نفس الفكره. تمام. تمام. فدي احد فروقات التايبس. احد الفروقات الثانيه هو فكره التايبس في سي شارب مختلف عن فكره التايبس في تايب سكريبت. ازاي؟ في سي شارب او في جافا لما اقول لك تايب انا غالبا بريفير لكلاس او الانترفيس. تمام. لما اقول لك مثلا ان الحاجه دي بتمبلمنت الانترفيس دي، يعني مثلا هو كلاس في البروبرتيز دي مثلا فده كده تايب، او مثلا كلاس في بروبرتيز دي وبيمبلمنت الانترفيس الفلانيه فده كده تايب. لكن في تايب سكريبت التايبس مش كده. تمام. التايبس في سي شارب وجافا بنسميها نومينال تايبس. نومينال تايبس يعني التايبس بتبقى عباره عن، يعني لازم تبقى كلها من نفس الكلاس او من نفس الانستنس من نفس الحاجه. تمام. او على الاقل بتشير يعني نفس الايه الانهيرتنس تري. يعني مثلا لو سواء مثلا ان هم كلاسين ليهم نفس البيرنت او هم اتنين اوبجكت من نفس الكلاس او كده، كده نقدر ان هم تايبس شبه بعض. لكن تيجي بقى التايب سكريبت، التايبس مش كده خالص. في تايب سكريبت التايبس بتتمثل انها سيتس. يعني ايه سيتس؟ يعني لو نيجي نبص على مثال كده، انا دلوقتي مثلا عندي انترفيس اسمها بوينت لايك ده تايب، وانترفيس ثانيه اسمها نيمد ده تايب. لو جيت ابص على الاوبجكت ده، الاوبجكت ده عنده اكس وواي ونيم. لو تيجي تبص هتلاحظ ان الاوبجكت ده ساتيسفاي او اقدر استخدمه في البوينت لايك واقدر استخدمه في النيمد. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان التايبس في تايب سكريبت عباره عن سيتس. يعني ايه سيتس؟ يعني لما اقول لك بوينت لايك ده محتاج حاجه اسمها اكس نوعها نمبر وحاجه اسمها واي نوعها نمبر، اي حاجه ثانيه ما تفرقش معاك. الانترفيس اسمها نيم دي محتاجه حاجه اسمها نيم نوعها سترينج، اي حاجه ثانيه ما تفرقش معاك. فلما ادي لها الاوبجكت ده هتاخد اللي هي عايزاه وتسيب الباقي، ولما ادي الانترفيس اسمها بوينت لايك دي الاوبجكت ده تاخد اللي هي عايزاه وتسيب الباقي. مش لازم يبقوا من نفس الانترفيس او مش لازم يبقوا متعلمين بالتايب ده بالذات. تمام. لا، كفايه ان هي تكون فيها نفس البروبرتيز. تمام. والشكل ده بنسميه structural typing او duck typing. ليه بيسموه duck typing؟ بيسموه duck typing لان في مثال كده بيقول لك ايه، if it walks like a duck and quacks like a duck its property a duck. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي حاجه بتمشي زي البطه وبتكواك زي البطه يبقى هي بطه. فكذلك نفس الكلام ده نقدر نطبقه على التايب سيستم. هو ان انا لو انا عندي اوبجكت عنده اكس نوعها نمبر وواي نوعها نمبر، اذا هو بوينت لايك بغض النظر بقى ان هو بيمبلمنت الحاجه دي مش بيمبلمنتها، بيعمل ما بيعملش، ماليش اي دعوه. طالما بيساتسفاي الحاجات اللي عندي يبقى هو ايه، من التايب بتاعي. تمام. الكلام ده موجود في تايب سكريبت، الكلام ده موجود برده في الانترفيسز في لغه جو لو حد فيكم شاف الموضوع ده. تمام. فكره عامه قويه جدا لما تشوف استخدامها ولما تشوف فرقها عن الانترفيس في لغات تانية زي السي شارب والجافا، تلاقيها فكره فعلا قويه جدا وبتفرق في الامبلمنتيشن لما تيجي تكتب كود. تمام. تمام. بس طبعا هنا ما بنقولش ان الاستراكشر تايبنج ده ملوش اي عيوب ولا اي مشاكل. في لا، في عيوب، في مشاكل منها مثلا الامتي تايبس.
دي برضه بتعمل شويه مشاكل، تمام، هنشوفها قدام لما نيجي نقرا عنها. تمام. وفكره الايدنتيكال تايبس، يعني مثلا هنا الايدنتيكال تايبس هو بيعمل ايه؟ هو عنده مثلا كلاس اسمه كار في فانكشن اسمها درايف، كلاس اسمه جولفر في فانكشن اسمها درايف، يقدر يعمل كار ايكوال نيو جولفر، مع ان الكلاسين ولا بيشيروا انهيرتنس من اي حاجه، ولا ليهم كومن بيرنت، ولا بيمبلمنت نفس الانترفيس، ولا اي حاجه خالص. ده ليه؟ ده احد يعني السايد افكتس من الاستراكشر تايب. تمام. طبعا حاجه زي دي اكيد احنا مش قاصدين نعملها، او يعني مش المفروض انها تبقى بالمنظر ده، بس هي ممكنه. تمام. طبعا حاجه زي دي لها طرق ان احنا نتغاضى عنها ونحلها، بس كل الكلام ده هنشوفه ايه قدام في الكورس بتاعنا. هي دي بس كانت شويه حاجات كده لازم تاخدها او تفكر فيها لو انت مثلا كل معرفتك بالتايبس او الكلاسز او الاوبجكت اورينتد كده كانت جايه من لغات زي سي بلس بلس او سي شارب او جافا. تمام. لازم تعرف ان التايب سكريبت بتتعامل مع التايبس بشكل مختلف تماما. فكره الاستراكشر للتايبنج، فكره ان مش لازم كل حاجه تبقى في كلاس، وان الحاجات تبقى فري عادي كده، فكره ان انا ما عنديش تايبس اصلا ات ران تايم، دي كلها حاجات لازم تحطها في بالك واحنا شغالين ايه في الكورس الفتره الجايه. فبس كده، دي كانت مقدمه عندنا لتايب سكريبت. تمام. كانت مقدمه عندنا للتايب سكريبت اللي هي ايه تايب سكريبت، ليه تايب سكريبت، وفرق تايب سكريبت عن حاجات تانية زي سي شارب والجافا. اتمنى تكون استفدت، اتمنى تكون استمتعت. لو الموضوع عجبك وشدك لانك تكمل بقيه البلاي ليست، يا ريت تشير الفيديو مع اصحابك وحبايبك وكل اللي انت ايه بتحبهم وناويين نتعلم التايب سكريبت سوا معاك. واشوفكم في فيديو جاي، ومع السلامه.